لا اله الا الله. اتفضلي 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 يا حاج. يا حاج امي، انت اللي معادك كده؟ ايه اللي معادك كده يا امي؟ هي ارهام عملت فيك ايه ولا سايباكي كده ليه؟ انت هنا بتعملي ايه يا امي؟ قومي قومي معايا يلا يلا خلينا نروح البيت. ازاي ارهام بس تسيبك كده في الشارع؟ لا ريهام لا لا ريهام لا لا يا ابني لا. طب يلا تعالي معايا. لا يا ابني لا. طب تعالي بس، طب تعالي، مش هنروح عند ريهام، هنروح في حته تانيه. يلا لا يا ابني. يلا بس يا امي. ايه ده؟ هو عماد رجع من السفر؟ يلا تعالي يا امي. عماد اسلام، انت رجعت من السفر امتى؟ لسه راجع دلوقتي. انا وامي في الشارع كده ليه؟ إيه ارهام عملت فيها ايه؟ عماد ده موضوع طول شرحه يا عماد. تعال نروح دلوقتي وبعد كده نتكلم. ريهام لا ريهام لا. خلاص يا امي لا. خلاص. ريهام ارهام لا. لا. بقول لك يا اسلام معلش، يا اطلب عماد منك خدمه. اتفضل. خلي امي عندك لحد ما اعرف ايه القصه. بس كده انا لك يا صاحبي. روحي معايا يا امي. امشي يا حاج. ريهام لا. على مال. ريهام لا. ريهام لا. روحي ريهام لا. يا امي. ريهام لا. يا امي انت مش هتروحي عند ارهام، انت ريهام هتروح. لا لا. خلاص ريهام لا. خلاص انت هتروحي مع اسلام، هتروحي مع البيت لحد ما اروح البيت كده واعرف ايه القصه بالظبط، واشوف ريهام عملت ايه في امي. ماشي يا عماد. ماشي امشي يا حاج. يلا روح. يلا على مالك. ماشي يا ريهام. بتعملي في امي انا كده؟ ايه ده؟ امال الشنطه بتاع امي دي كان فيها ايه؟ كمان يا ريهام كده حتى اللبس بتاع امي في الشنطه مدورها في الشارع. ماشي يا ريهام. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا جعان مفيش اي حاجه كده ناكلها، ما تقومي تعملي حاجه. لا ده انا عرفت ان انت جاي النهارده طلبت اوردر. انت شكلك بقى لا قادره تطبخي ولا تعملي حاجه. كل يوم بطبخ تعبت، عايزين بقى ناكل كده حاجه خفيفه. ايوه ماشي كويس برضه، شغلت أيوة. دماغي. عيب عليك. ماشي يا ريهام. كمان غيرت الكالون. مين اللي بيخبط؟ انت لحقت نسيت بقول لك طالبه اوردر. طب يلا شوفي. اخيرا جيت. عماد 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 عماد. يا نهار اسود، عماد؟ امال هي اول ما شافتني قفلت الباب ليه؟ لا مؤاخذه، الهوا طار، الباب طار، الهوا قفل الباب. مالك يا ريهام؟ انت اول ما شفتني شفت عفريت ولا ايه؟ معلش انا اتصدمت، ده انا فرحت فاستغربت ان انت جيت. دي مفاجاه جميله قوي. يحرقك. مش كنت تقولي طيب انك جاي كنت استقبلتك في المطار ولا حاجه؟ لا عنك ما انا ما حبيتش اتعبك. انت شكلك محمل. ايه ده؟ امال هي فين امي؟ امك؟ انت ما تعرفش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اقعد احكي لك. اقعد ده انا هقول لك اللي حصل. انت مش هتصدق اصلا. من ساعه ما انت قعدت تبعت فلوس كل شويه بسهوله، الفلوس جريت في رجليها. في رجلها؟ اقصد في ايديها. وبعدين يعني ايه اللي حصل؟ بدات بقى تعاملني معامله وحشه وتسهر بره. امك. وفي الاخر الاقيها قابلت واحد واتجوزته. اخص عليك يا امي، بقى الفلوس اللي اديها لك واشقى بيها في الاخر انت تعملي بيها كده؟ شفت؟ وسابتك. ما كانتش بتاكلني ولا بتشربني، كانت بتعذبني. ماشي يا امي، انا ليا حساب معاكي تاني. امك كانت طيبه، بس في واحد بقى من دور عيالها هو اللي لعب في دماغها. قال لها خد الفلوس لحسن مرات ابنك تاخد الفلوس منك وتبهدلك وترميكي في الشارع. قال لها في الاخر هي اللي رمتني، لولا بس انها عشان تتجوزوا قعدت في البيت عنده وسابت لي الشقه. طيب انت ما قلتليش ليه؟ طيب يا ريهام كنت خايفه شايلك هم اكتر من اللي انت فيه. لا كتر خيرك، انت فعلا الزوجه الصالحه قوي. يا نهار اسود، لو دخلوا الاوضه دي هتبقى بلوه. اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ لازم اتصرف. ايوه مفيش غير الشباك قبل ما يدخل. يا امي بس لما اشوفك هيبقى ليا تصرف معاكي تاني. انا داخل جوه. راح فين؟
في يا ريهام رايح اغير، لسه جاي من السفر تعبان. انا بحسب رحت ادور عليها دلوقتي وانت تعبان. يا نهار اسود لو شافوا. يا نهار اسود هعمل ايه؟ يخرب بيت. لسه برضه مصرة تكدبي عليا يا ريهام؟ ليه؟ ايه ده؟ احمد اسامه؟ بتاعت احمد اسامه بتعمل ايه هنا؟ ايه انا قلت بس اقفلك الشباك عشان تعرف تنام. لا ولا تقفلي الشباك ولا غيره. ليه؟ انا لازم اروح ادور على امي. دلوقتي يعني؟ ايوه انت ما تعرفيش، ده انا محول لها 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ يا نهار اسود. كده يا احمد يا اسامه انا كده فهمت الدنيا. ماشي. عمدة، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على الله السلامة. يسلمك يا اخويا. ايه يا عم، خلينا بقى كده نقعد مع بعض شوية. ان شاء الله في اقرب فرصه يا احمد. خليها النهاردة. ان شاء الله. ماشي، انت عايز حاجة؟ هل انت محتاج حاجه يا اخويا؟ تسلم. غور يا اخي، انت ايه اللي جابك بس؟ ما الواحد كان عايش حياته والدنيا تمام. اسلام؟ ايوه ايوه هي دي امي اللي انا كنت اعرفها. اسكت يا اسلام. ريهام طلعت عملت عمايل. تعالى اقول لك بعد اذنك يا امي. خير يا عماد؟ انا مش عارف ريهام علاقتها ايه باحمد. انت عرفت يا عماد؟ انت كنت عارف ما رضيتش تقول لي؟ كنت عارف يا صاحبي بس ما رضيتش اعمل لك قلق في غربتك، على العموم وقلت اما تنزل انت تعرف كل حاجه بنفسك. خلاص ماشي. اتفضل خد الحاجه. تعالى يا امي. متشكر جدا لك يا اسلام. شكرا لله. تعالى على مهلك. حبيبي وحشتني. انت اكتر يا امي. صدقتني؟ احمد بقول لك ايه، انا مش عايزاك تهوب ناحيتي اليومين دول خالص. ايوه تخيل محول لامه 1,000,000 جنيه. نعم ده انا هجيبها كده من جلدها، ما بقاش انا لو ما خدتش ال1,000,000 دي. ماشي. لا هو مصدقني ومقتنع جدا ان هي سابت البيت. خلاص تمام، بس اوعى تكلمني خالص. ماشي خلاص، مش هاجي. سلام. سلام. يا نهار اسود، البطاقة بتاعتي راحت فين دي؟ يا نهار اسود، ده اكيد وقعت وانا بنط من الشباك. ربنا يستر بقى وعماد ما يشوفهاش وهي اللي تشوفها تقع في ايديها هي. تعالى اتفضلي يا امي. على مهلك على مهلك. ايه ده؟ جبتها ليه؟ ده انا كنت عايزه اخد منها ال1,000,000 جنيه بره. حبيبتي انت لقيتها فين يا عماد؟ الحمد لله على السلامه، ده انا مبسوطه اني شفتك. ربنا يهديكي. اتفضلي اقعدي. تعالي يا امي تعالي. الف سلامه عليكي. اقعدي يا حماتي اقعدي. مش حماتي. اقعدي. حاضر. اقعدي. على مهلك. على مهلك اتفضلي. خلاص يا ريهام انا عرفت كل حاجه، وعرفت كل اللي انت عملتيه في امي بأمارة العلاج اللي انت كنت بتديه لها عشان تهلوس ومش عارفه رايحه فين وجايه منين. انا؟ هي قالت لك كده؟ انا عملت كده؟ ما توجهيش الكلام لامي، خليكي معايا انا. ايوه عرفت كل حاجه وعرفت على عيبك. ما حصلش، دي اكيد بتكذب وبتهلوس. بطلي كدب. هقول لك بأمارة مين؟ انا مسامحه يا ابني، انا مسامحه عشان خاطرك انت يا حبيبي. لا انا مسامحه علشان خاطرك انت يا ابني. قومش. في ايه؟ حبي على دماغ امي. لو ده يخليك تسامحني انا موافقه، حقك عليا بس. خلاص كده يا امي انت مرضيه؟ عشان خاطرك يا حبيبي، عشان خاطرك يا ابني. لا انا ما كفانيش، انا لسه بقى ليا حق. انا حقي تاني في خيانتك ليا يا زباله. انا؟ ايوه انت. مش هطلع بره، انت طالق. هقول لك مع مين ولا لا؟ هقول لك مع الاستاذ احمد صاحبي. اطلعي يا زباله بره.
سامحيني يا امي، حقك عليا. ممكن اكون انا كنت السبب، بس انا والله كنت مسافر عشان كنت امن مستقبلنا. عارفة يا حبيبي، عارفة والله عارفة. مسامحاك. وانت كنت تعرف منين كل الكلام ده؟ انت تعرف منين؟ انا كنت عارفه ان انا هلاقيك هنا. خير يا بنتي؟ انت في مسكت لي إيه؟ الموبايل وانا في مصيبه سودا. مصيبه ايه بس؟ جوزي عرف كل حاجه. طب وامه جت يا نهار أسود. وطلقني وعرف خيانتي معاك. طلقك. طب ايه المطلوب دلوقتي برضه؟ مش فاهم. هو ايه اللي مطلوب؟ انا ماليش حد غيرك دلوقتي. طب عندي فكره بقى حلوه. قول. طالما كده بقى اتطلقتي وكل حاجه على المكشوف، اظن الفلوس اللي كان بيبعتها انت محوشاها، ناخدها بقى ونشتري لنا شقه ونبدا حياتنا مع بعض. الفلوس اللي كانت معايا جبت بيها دهب. طب ماشي نبيع الدهب، ايه المشكله؟ انا سايبه الدهب في البيت. لا سايبه الدهب في البيت. طب بقول لك يا بت، انا مش بتاع جواز، انت كده لا وراك ولا قدامك، هعمل بك ايه؟ انا شايل مسؤوليه نفسي بالعافيه، ناقص بلاوي. مش يعني عايز اعرفك تاني ورقم يتمسح من عندك. شوف لك بقى ده هيروحوا فيها. انت جاي تجري في ايه؟ يعني انت كل ده كنت معايا عشان خاطر الفلوس؟ انا كده خسرت كل حاجه. خسرت جوزي وخسرت الفلوس وخسرت احمد. انا كده ما عنديش غير اسلام. اسلام هو اللي ممكن يخلي عماد يرجع لي. اسلام، انا في عرضك يا اسلام تقف جنبي وتساعدني في الموضوع ده. ابوس ايدك. ايه اللي حصل؟ واللي انت عايزه. انا عايزه ارجع لعماد. عماد عارف كل حاجه. ترجع لي عماد؟ هو عماد طلقك؟ ايوه طلقني. مالك بتقولها فرحان ليه كده؟ الصراحه تستاهل، لو جت على الطلاق سهلت. انا قلت اعمل فيك حاجه اكبر من كده. يلا يا بت امشي. حتى انت يا اسلام. يلا امشي. راح فين انا انا دلوقتي؟ ساعدها بعد اللي عملته الزباله مع احمد.